السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليكم تفسير رؤية الدعاء في المنام وذكر الله سبحانه وتعالى والتكبير والاستغفار وقول لا إله إلا الله. أولا، الأصل في تأويل رؤيا الدعاء في المنام هو أن حسن الدعاء في الرؤيا دليل على حسن الدين ودليل على الطاعة، وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى دليل على النصر ونيل العزة والنصرة. فإذا جاء الشخص في الرؤيا يصلي ثم دعا دعاء ولكنه لم يذكر اسم الله تعالى في الدعاء، فإن ذلك الشخص منافق ويصلي صلاة رياء. وإن رأى أنه يستغفر الله تعالى فإن الله يرزقه رزقا حلالا من حيث لا يحتسب، ويرزقه أيضا الولد والذرية، وذلك استنادا لقوله تعالى في سورة نوح: بسم الله الرحمن الرحيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالله سبحانه وتعالى هنا جعل الرزق بالأموال والأولاد مقرونا أو من أسبابه الاستغفار. كذلك أن يرى الشخص في المنام أنه يحمد الله تعالى أو يقول الحمد لله، ذلك معناه رزق بالولد، وهو استنادا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم على لسان إبراهيم عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن رأى أنه فرغ من الصلاة في المنام واستغفر الله تعالى ووجهه كان في اتجاه القبلة، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لدعائه الذي دعا به ويستجيب لاستغفاره. أما إن كان وجهه إلى غير القبلة ووجد نفسه يستغفر ولكن إلى غير القبلة، فإنه يذنب ذنبا ويموت على معصية، فإن سكت عن الاستغفار دل ذلك على نفاقه. ومن رأى أنه قال لا إله إلا الله أتاه الفرج من هم هو فيه وختم له بالشهادة. أما إن رأى أنه يكبر الله سبحانه وتعالى تحققت أمنيته ونال الظفر بأعدائه. ومن رأى أنه يشكر الله تعالى نال قوة وزيادة في النعمة، وذلك استنادا للآية في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ومن رأى كأنه يحمد الله نال نورا وهدى في دينه، وقيل إنه يرزق الأولاد. ومن رأى أنه يسمع التكبير والركوع والسجود ويسمع التشهد والتسليم ويرى أن الناس أتموا الصلاة ثم خرجوا من المسجد، فإن الحاكم يعزل. وترديد الشهادة في المنام كاملة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هي إتمام للأمر ونصرة ويقين، وللمريض شفاء، وللعاصي توبة من المعصية، خاصة إذا رددها كاملة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.